داعش هو من طبق القرآن بحذافيره ولستم أنتم. اليوم أنتم لا تستطيعون تطبيق هذه الأفكار الموجودة. مثلا سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. نعم. وهم صاغرون ذليلون حقيرون مهانون مذلون حقيرون. أين أنتم من هذه الآية؟ هل تقدرون؟ أنا لا أؤمن لا بالله ولا بالرسول المعفن رسول محمد النجس، ما أؤمن بأي شيء. هل تقدر تطبق هذه الآية علي؟ لا. وأعراضهم وأموالهم ونفوسهم كل ما عندهم حلال للمسلمين. يبقى السؤال: ما تخدنيش انا وتقطع فوز المصلين في ديابل. باقي الكلام طويل، الله يبارك فيك. بقي السؤال: ما دامت أموالهم وأعراضهم وإلى آخره حلالا، فكيف نأخذها منهم؟ كيف نأخذها منهم؟ واحد شاب منسحب وزوجته ما أدري بالنقاب يدخلون السوق، هذه المجازات هنا، وبين يشوف ذات اليمين ذات الشمال معجون أسنان ويسرقون. لو ناقشني في الحكم الشرعي سأقول له هذا معجون أسنان حلال، تقول حلال، لكن عندما أخذته مفسدتك في أخذه أرجح من المصلحة بعدم أخذه، فيترجح أن لا تأخذه. على رأي الخاص قد يحمل هذا الأخ وتلك الأخت إلى محكمة الكفار الطاغوت ويحاكمون، والناس سوف يقول الله يودي أبو لحية تسرقه. هذا هو الإسلام، هي الأخلاق، هي الدعوات. فهل هذه الصورة صورة الإسلام العظيمة التي يمكن أن يدنسها وأن يشوهها بفرشاة أسنان، بمعجون أسنان، ربما بأقل من ذلك، هل هذا هكذا ينبغي؟ أنا أمس قلت له إن كان ولا بد، إن كان ولا بد، وهل ظنك ضرب الملايين صحيح وصفتهم بالمجاهدين في سبيل الله، إن كان ولا بد، وش تسنن وهذه الترجيب، هذه سمعة وهذه صغيرة. اعلموا أن أفضل أنواع الرزق هو ما أخذ من الغنائم، ده أفضل رزق. ذكر ابن القيم في زاد المعاد التفاضل بين أنواع المكاسب الأفضل ياتو. قال قوم هي الزراعة، وقال آخرون هي التجارة، وقال آخرون هي أموال الغنائم. قالوا وأفضل الأموال هي أموال الغنائم، أفضل كسب ده. ليه؟ قال لأنه هو الرزق الذي جعله الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. قال ابن القيم ولأنه مال أخذ بعزة الإسلام وبقوة السيف، فلا مال أبرك منه، ده أبرك مال ما أخذ من الغنيمة. ولهذا قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. مال الغنيمة ده يا أخواننا مال حلال وطيب.